مزهرية فريدة مزخرفة بزخارف هندسية ترجع إلى عصر الدولة الحديثة، الأسرة 18 عُثر عليها بحفائر سقارة. كلمة نحات في اللغة المصرية القديمة تنطق سعنخ. سعنخ معناها الحرفي صانع الحياة أو الذي يسبب الحياة، وهذا لأن النحات يصنع نسخة طبق الأصل من المتوفى صاحب التمثال، وبذلك يرجعه للحياة مرة أخرى بشكل رمزي حتى بعد موته. من المتحف المصري بالتحرير، لم تكن المعبودات المصرية فقط تستمتع بالتقديمات العطرية، بل كان يعتقد أيضاً أنها أتت إلى الوجود من خلال المواد العطرية، وفقاً لأسطورة الخلق في هليوبوليس. المعبودات خلقت من عرف أتوم، وهو إفراز ذو رائحة زكية، ولكن المعبودات الأخرى احتفظت أيضاً بارتباط وثيق بالعطر. ومن الناحية الأسطورية فإن حورس هو سيد العطر منذ الدولة القديمة، لذلك شاعت تعبيرات مثل عطر حورس أو عطر عين حورس. وكانت بعض المعبودات مرتبطة بالنباتات العطرية مثل نفرتوم الذي يمثل زهرة اللوتس التي يستنشقها رع كل صباح عندما يظهر على الأفق. كان عطر الإله سي نثر، والذي يعادل كلمة البخور سنثر من منظور أسطوري. كان البخور يعتبر تجلياً إلهياً، بخور الإله الذي يخرج منه، أو عطر عين حورس. وكان البخور يستخدم لتطهير مكان العبادة، وكان يعتبر دخانه المتصاعد وسيلة للتواصل بين المعبودات والبشر. كما وردت وصفة كيفي في مؤلفات الكتاب الكلاسيكيون مثل ديوسكوريدوس، وهي تعتمد على الراتينج والمر في الطقوس المسيحية. كان البخور يستخدم لتحديد العالم السماوي، وهو يحمل الصلوات نحو الله فيما بعد. في مصر الإسلامية كان استخدام البخور يهدف أساساً إلى منح الأجواء داخل المساجد رائحة زكية،